يعني ايه عبد الرحمن بيغششني طول المسابقه ويجي يغششك انت عايز السؤال؟ انا عايز افهم دلوقتي السؤال بس. عبد الرحمن مين؟ اهلا بيكم في برنامج لعب نضيف، البرنامج اللي علموني فيه ان اللعب مش نضيف خالص. النهارده جايبهم هما الاتنين في حلقه استثنائيه ملهاش اي علاقه بالكوره. النهارده الحلقه دي بعنوان يعجبني الزمان وحين يدور. معايا طرف جديد داخل النهارده في المسابقه. الطرف ده هو الحكم الدولي السابق اللي حكم الحلقتين اللي فاتوا، محمد الدقدوي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. والمتسابق الدائم والباد لوزر واللي مش ليلته مش هتعدي على خير مرتشح واللي مستحلي الفنان الكبير محمد العوامي. وأوعدكم باذن الله زي ما قلت لكم باذن الله ان شاء الله انتوا الاثنين هتخسروا في الحلقه دي. اول فقره معانا هي فقره الاختيارات. المتسابقين ما يعرفوش هيتسالوا في ايه، بس جايب لهم اوبشن النهارده 3 وسائل مساعده لسه هيتفاجئوا بيها في الحلقه. نخش في الموضوع على طول. ما سؤال بس بعد اذنك، يعني الحلقه انا اللي بسال. اسئله. انا اللي بسال. الفقره الاولى 4 اسئله لكل واحد، الفقره الثانيه هتبقى سؤال واحد لكل واحد، والفقره الاخيره 6 اسئله لكل واحد، يعني 10 اسئله بالمجمل. هم مش كانوا 5 في الاختيارات؟ ما حدش له دعوه بالقوانين. انا اللي بحط القوانين وانا اللي حاطط الخطه وانا اللي اقول يلا. كل حلقه قوانين جديده يابا. انا حاسس ان احنا اللي هنبقى فقره. احنا يبقى فقره قدام. عندكم 3 وسائل مساعده انا اللي هختاره. 3 وسائل. انت جايبنا ليه؟ يعني انا افهم. السؤال الاول ايوه لمدرسه عاشور للدقدوي. دناويها. دخل الاسكندر الاكبر مصر وهيكون هتساله قارن كام بلاطه. السؤال ده بجد والله. دخل الاسكندر الاكبر مصر وشطبها لوكس على المفتاح. سو حضرتك لو كان مسك البلاطه ده طرف لسان كان عارف ليه فرز تاني. هل هو الاسكندر الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ هم ده مدينا 4 اختيارات. ده جديده دي. طب هو كان الاسكندر المقدوني، فالمقدوني ده اللي هو ايه يعني رقم كام في الترتيب؟ لا ده اسمه، دي يعتبر مساعده بس ملهاش علاقه بالسؤال. طب معلش خليها 3 اختيارات بس، يعني كل خير. وهي هتفرق يعني لا الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ ما انت كل واحد معاه. قللنا المصيبه، قللنا احتمال. كل واحد معاه 3 وسائل مساعده. وعيني انت بتطلب ليه بقى السؤال ليه اصلا؟ ما انا عامل حساب ان هيجي عليا. ايوه انا نسيت اضيف حاجه في ما انا عارف انا مش سالك. نسيت اضيف حاجه في المسابقه دي هتعجبكم ان شاء الله. ايه؟ لو انت ما جاوبتش على السؤال من حق الطرف الثاني يجاوب على السؤال. يرتش هو بس البوينت. مع معلومه ان لو الطرف الثاني جاوب على السؤال غلط هو كمان هينقص. اوكي. انت احسن لك ما تجاوبش على السؤال اللي انا هغلط فيه. طب ماشي، احنا دلوقتي انا بقول ايه بقى؟ استنى افتكرت. ايوه الثالث. جواب صح. يا ولد عملتها ازاي دي؟ عصرت دماغي والله العظيم. من ايام الدراسات. هو مستر محمد علي الدراسات في الاعداديه هو اللي حبيبي يا مستر اسمه محمد علي برضه. يبقى انت كده احنا زي ما احنا 0-0. نخش في السؤال بتاع العوامي. السؤال العوامي: اي هرم من الثلاثه يعتبر من عجائب الدنيا السبعه؟ الثلاثه ودول ما ينفعش يبقى غير 3 اختيارات: خوفو وخفرع ومنقرع. اي هرم من الثلاثه؟ هو السؤال مغري ان انا اخطف البوينت منه، بس انا خايف اغلط اخسر اللي انا كتبته في السؤال اللي فات. الاوبشن ده لسه موجود. يعني ايه؟ اللي مش هيجاوب السؤال الكلام ده ده لو انا ما السؤال جاوبتش في اخطفها. لو انت قلت اجابه غلط هو من حقه يجاوب. مش هتخش في بس السؤال. لا انا ليه حريه اجاوب ولا لا؟ صح؟ بعد ما ممكن يخلص، أفوته، بعد أعمل ما كده. يجاوب، بعد ما يجاوب. طيب. قوانين جديده اختار، يعني ما اعرفش كل حلقه بحال. برنامج غريب اصلا. اللي بيتكلم ده هو اللي بدع الموضوع. بقول لك ايه، اعمل زي اضربها كده هادي بانت ليه. عارف انت واحده من بتوعي؟ يا يلا اعمل زوم. اول واحد اللي هو ايه؟ اول حاجه اللي هو مين؟ مين؟ انا مش فاكر انت قلت ايه. هو اول واحد. انت لو غيرت الاختيارات هيطلع حاجه. هو خفرع ومنقرع. رقم 1. خوفو يعني. رقم 1. ماشي يا عم. بالله؟ ماشي يا عم، الف مبروك. اقسم بالله يا عم. الحمد لله. كم عدد ابناء كريستيانو رونالدو؟ مش اتفقنا؟ مش هنسال اسئله في الكوره ولا في اعراض. دي شغل اعراض. قبل الفرح ولا بعد الفرح؟ ما فيش فرق يا بيه، ده خطوبه بس. كل ده خطوبه ولسه ما خطبهاش. خالتك ام كريستيانو مش موافقه. الجوازة دي مش لازم تتم. يا استنى تبع الدول. طب اديني اختيارات بقى، اديني اختيارات. 3 4 5 6. هم 4 اختيارات برضه. ما دي كده بس يا عم. ما انت معاك وسائل مساعده. مش عايز استخدمه دلوقتي يا اخي، لسه ليه جت جايه قدام. ما انت راجل مفتري. حتى حد وسائل طلبها. المساعده ما حلتهاش. حد طلبها. ما انت ما قلتش ايه هي. حد طلب مساعده؟ ايه هي؟ حد مش طلب مساعده. هنجادل. مش هنجادل كتير. استنى نعدهم.
في جونيور جونيور. تقولوا الكلام ده في الاخر بتجاوب صح، انت زعلان. انا استنى، ما انا هلاقي في اختزال، ما انا هشيلها بالاختزال. انا حبيبي احنا بنهبد ونمشيها ورب استنى هفتكره. انا كنت مين؟ انا كنت ماشي ما توقفهاش. استنى بس، انا ما تقدرش هبدا افكار ماشي. انا كنت بلمعهم في السوق. انا اللي هجاوب. ناس يا عم مش عايز مساعده يا عم. يا عم انت النهارده خصمي، انا مش عايز مساعده يا عم. يا ابني احنا الاثنين في لا انت في بدايتك وانا في دقيقه. احنا الاثنين في دقيقه، ما فيناش واحد هيعدي. هو كان جونيور ماشي، الواد المراهق ده. انت بتعدهم بالاسامي ما شاء الله، ده ايه الفجر ده؟ ما هو ده اللي عارفه جونيور في العيال كلها. وعندك كان الواد السفروت الصغير ده. وتقريبا كان في 2 توأم. بنات. ماشي. هل بقى انا بنت كبيره يبقوا طب نديها 5. انت زي الفل اهو. الله اكبر. انا مش عارف بنشتغل على نفسنا وبنتعب جدا. فعلا شقينا. كم عدد رؤساء مصر؟ مبهم، سؤال مبهم. احنا اللي الرؤساء دول بيبداوا من امتى؟ محمد نجيب، جمال عبد الناصر، تمام، ثم السادات، ثم محمد حسني مبارك، ثم مين بقى؟ محمد مرسي العياط، لا المشير طنطاوي الاول، ثم ما هو اتمسك فتره انتخابات الرئيس ولا مش محسوبه؟ اوكي ماشي خلاص. يبقى المستشار عدلي منصور، ثم الرئيس السيسي. 6. لو هتحسب المشير يبقى 7، مش هتحسب المشير يبقوا 6. نقول وصل ماشي اختيارات. بس انا مش هجاف ملعبي سياسه. هو ماشي اختيارات يا ابني احنا لبيت الاهرام يا ابني. ماشي اختيارات اصلا. مش محتاج اختيارات طالما في الحته دي ملعبي. محمد نجيب، تمام، ثم جمال عبد الناصر. بس انت عديته وبعد كده قلت رقم غلط. ما انا بقول لحضرتك اهو بعدهم لك عشان العدد هيطلع بناء على ايه؟ على اللي انا بقوله، تمام؟ عشان انا مش ناسي لك ان انت مكوس في البرنامج اللي فات ومحمد علي معديها لك سؤال رونالدو بتاع رونالدو. ثالث سؤال في الاختيارات اللي الدقدوقي اللي هو 5 سؤال في الحلقه. اين تقع جزر المالديف؟ في المالديف. ادوني فرصه اقول الاختيارات عشان كل مره بتسمسم. هو تمام لما هو هيجاوب سؤالي وسؤاله، انت جايبني ليه؟ يا عم انت في ايه؟ انت لسانك سابق لساني. اديني يا عم. اسيا ولا اوروبا ولا امريكا الشماليه ولا امريكا الجنوبيه؟ طب والله ما انتوا حلوين يا جماعه، وانا انا مش عارف انتبه. ايوه تحت الهند شويه كده على اليمين. لا ليه؟ بعد اول شارع، بعد اول بيت بعد النخله اللي قلبوها شجره بعد الاحتلال. احنا مذاكرين يعني هو مش مطبق مثلا ما نامش، وانا مش جاي فعلا برضه ما نمتش، لا خالص. واضح ان الحكم مالوش فيها. لا انت فاجئتني وفاجئته. انا كنت مطمن لابو الدهب، بس مين بقى ابو الدهب؟ قول يا باشا. الله يكون في الحمد لله. السؤال ده مش عارف عندي كانتش بنصيبك انت، بس انت صابرني. خدناه في الدراسات في اعدادي. الامر يا فندم مش مسامحك. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب خد لي حق من كل اللي ظلمنا. مش نشوف في تايمر ولا انت بس؟ اصلك هو جاي محمود ابو الدهب ده مش لعيب النادي الاهلي ولا حد تاني ولا مش ده بتاع رضا عبد العال؟ كلهم نفس العيله. محمود ابو الدهب واحمد ابو الدهب ومحمد ابو الدهب وعلي ابو الدهب. عايز يزود؟ عايز مساعده يا علي؟ ماشي يا ريت. ماشي اديك انت يا تبقى مسؤول المساعده ليه؟ معلش انت شلت ايه وباقي ايه تاني؟ معلش شلنا محمود ابو الدهب، محمد ابو الدهب واحمد ابو الدهب وعلي ابو الدهب. يعني محمد واحمد محل واحمد وعلي ابو الدهب. مش مهم مين ابو ايه، يعني المهم في الاسامي عشان والله بنسى. محمد واحمد وعلي، صح؟ انا كنت ناشي على محمود اصلا، هو اللي شاله. لا انا منشن على علي بالصوص. تاخد يا ريت. ماشي، هو على اسم اللعيب اللي في الاهلي فعلا، هو نفس الاسم. هو شاله محمد ابو الدهب. ما انت مالك، ده ذكاء مني وسرعه بديهه ان انا الغلط. محمد ابو الدهب. كده اجابه صحيحه وراحت منك وسيلتين مساعده، فاضل لك وسيله واحده حاول تحافظ عليها. وتاني فقره معانا هي فقره خمن، وخمن النهارده فوازير. اللي حط الاسئله ما يعرفش فقره خمن. احنا سالناك انت اخر سؤال، يبقى السؤال الاول هيبقى دقدوقي بيطير من غير جناحين وبيعيط او بيبكي من غير عينين. ابن الصغير لسه عليه. ما بينامنيش بالليل والله. دموع الطفل بيطير من غير جناحين وبيبكي بدمع العين. بيبكي من غير يسافرها سعيد. وبيبكي من غير عينين.
طب لا انا هضطر استعمل وسيله مساعده، لمح لي. حاجه مطلعه نيره بقالها كام يوم في الجو. طب ليه يا اخي؟ دور برد يعني. انت جاوبت صح؟ اجابه غلط. عايز تجاوب؟ عايز تجاوب؟ بيطير من غير جناحين وبيبكي من غير عين. السحابه اللي بتشتي. مش سهله، فهي سهله جدا يعني. الله اكبر الله اكبر الحاج. شفت الشقاوة واروح امك. شفت يا بابا. الحمد لله. سؤال خمن بتاع عوامي. احنا الرشاشه دي مش بيضرب صح؟ ده في المايك بس. ايه هفقد مصدر قوتي. طب ده مصدر قوتي يا روح. ليها جلد وملهاش لحم، مش انا جاوبت يا بيه؟ وليها صوت وملهاش فم. يا بيه سؤال انت جاوبت سؤاله، لسه سؤالك عندك فرصه تزود. يعني ده بونص زود يعني. لا ماشي اذا كان كده. انت ليك سؤال خمن. قول تاني يا عم الناس، قول. ليها جلد وملهاش لحم، ليها جلد وملهاش لحم، وليها صوت وملهاش فم. ليها صوت وملهاش لحم. فاضل لك وسيله واحده مساعده. ده انت مش عارف الواضح الصريح، هتعرف التخمين يعني. انا بعد كده لو كررت لك السؤال هحسبها وسيله مساعده. ليه صوت غير بق. والله بنسى السؤال اقسم بالله. وسيله مساعده يعني لو استخدمتها ال10 ثواني خلصوا يعني. كوره بيموت. اجابه غلط. عندك اجابه؟ كرباك يا باشا. اجابه غلط. ويتش يبقى -2 محمد الدقدوقي +1 العوامي. طبله. بس لا بقى احنا مدشملنا في الفقره دي جامد صح. دشملت جد. انا فوق انا اللي مزعلني انا اللي مزعلني ان انا كنت متعادل. لما عملت فيها فقيق وبجاوب بكل ثقه وبعمل بصوره اصلا. واخر فقرة معانا هي فقرة من هو. -2 الدقدوقي -1 العوامي. والفقره الثالثه من هو. هنبدا بالعوامي برضه عشان السؤال رياضي للاسف، ولا نغير لك هو اللي هيدور. انا بقالي بقالي سؤالين سؤالين بجاوب. انت بتلعب بره سابنا. انت قلت عوامي يبقى عوامي. يلا. لا اصلا انا مفيش حكم بيرجع في كلامه. حرام، هو لسه ناقص درجه كمان. حرام. هنبدا بالعوامي برضه. انا مش مثير لشفقه حد يعني. انت مفيش حكم بيرجع في كلامه. ترجع في كلامك اسالني. السؤال العوامي فقره دول بقلشوني. بحط ديد وقت الله رحمه. توأم شارك في الدوري المصري غير حسام ابراهيم. عيلة صبري، عبد الستار صبري وعامر صبري. مش توأم دول. بقول توأم شارك في الدوري المصري. توأم مش كويس. ماشي انا اسف. معلش اسف والله بحسب يعني انا المفروض اعدي. معلش والله يا بحسب توأم في الدوري المصري. توأم انا مش كاتب الاجابات دي هنا. في الدوري المصري. توأم لعبوا قريب طيب ولا بعيد؟ توأم. انت عايز مساعده يعني؟ توأم ماشي. عايز وسيله مساعده؟ توأم يا عمو بلاش. سهلها لك جدا بقى. توأم لعبوا علي شكل. ومين اخونا بقى؟ عندي شكل في الامتحان ده ولا عندش كوره. التلميح ما ساعدكش خالص. ايه ده يا عم ده؟ ايه الوسائل اللي يا ابني والله مسالك والله مسالك. ده انت قلت له تلميح صعبها اكتر. طب حتى اقول له سنه كام، دوري كام، في اي جيل. لاعب في المصري. انت كده ممكن لعبوا في المصري في نفس الوقت اللي كان بيلعب فيه حسام ابراهيم. طب ما تدينا حته من اسمه. حلاوه. اعمل لله. بيفاصل. اوعى يستعطفك. التشيبه ازاي ده؟ واحد فيهم لعب في الزمالك ودي اخر مساعده. طب صالح جمعه عبد الله جمعه. يخرب بيتك بيستوى. 2 العوامي. عايز تجاوب؟ طبعا السؤال جاوب. قول مين؟ كريم ذكري ومحمد ذكري. كان ذكر لعب الزمالك فعلا. حقيقي طبعا في مصر. انت لسه فاكر. -2 عوامي ويفيد بيه يا ندى. -2 الدقدوقي. والسؤال بتاع الدقدوقي المره دي ايوه سؤال في الكوره بس مش في الكوره يعني سينما حلو. ايه في الكره الطايره يعني ولا ايه؟ من هو اللاعب العالمي اللي اسمه اتعمل فيلم مصري؟ لاعب عالمي عمل فيلم مصري؟ لاعب عالمي اسمه اتعمل فيلم مصري. اول انا. لا استنى يا عم. استنى بعد ما خلي يجاوب. بالك، استنى بعد ما يجاوب. بعد ما يجاوب ان شاء الله. استنى انظم افكاري بعد اذنك. ما تشوش عليا. انا معاك كام وسيله مساعده؟ كلهم تقريبا. كلهم؟ معلومه والله حكايتنا. ما قبل حاجه فيه خد وقت. ادينا واحده كده انا بجد انا فاصل. لا ما انت ما تصعبهاش يا عم انت مالك يا عم بعتني ليه؟ بعتني ليه؟ ما انا عارف اسم الفيلم. سيبني اكيد. بالله عليك ما حد يقول حاجه يا جماعه ولا يساعده. ولا 10 ثواني اعتقد خلصوا استاذ محمد. هنحسب 10 ثواني. قدامك 10 ثواني دلوقتي. انا بتفرج على السينما وهي بتعد قدامي. مش ده. لا 10 ثواني اهو. وعمال تتوشوش معايا عشان صعب التلميحه. ايه رونالدو؟
بوشكاش محفوظ بيضحي. بوشكاش ثانية واحدة. يا نهار اسود. جايزه كبيره اتعمل باسمه. هو في جايزه اسمها بوشكاش؟ ايوه يا ابني ده احسن. طب كنت تقول لي محمد سعد. ما انا كنت اقول لك كده بس ما رضيتش. ما رضيتش. خلاص كان الاسم قعدت وشوش البوقه مش عارف ايه وانا اللي جاي اصلا كنت رايح العالمي. انت جاي عالمي عالمي كنت رايح اسم الشريف عالمي. يا ريتني ما طلبت وسيله مساعده. اه والله يعني انت كتر خيرك اللي ساعدتني. سالب 3 الدلوي وسالب 1 العوامي. السؤال الجاي للعوامي: ما هي الفاكهة التي تحتوي على بذر من الخارج وليس من الداخل؟ بذر من الخارج. انا استدى عرفت. سؤال حلو ده. من الخارج وليس من الداخل. عرفت. يا رب يخسر فيها واجاوبها انا صح واخد النقطه. البذر بره ده بذر ولا شوك؟ يمكن انقض. بس بقى يا عم بقى. ما انا ماليش في الحاجات دي يا بيه. الحمد لله اللي هو مالوش. شكلي صايع بس انا متربي والله. الحمد لله ان هو مالوش. يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال. مش دي ده ولا سفندي ولا برتقال. جاوب انا. فراوله. امال ايه في استرويد؟ طب ما تقول لي في منها برشام. قول لي خد نص عوامي عفوا عن ساعتها. استنى اسمعها منه. استنى عشان ما تلخبطونيش كده. ايوه الفراولة الاجابة صحيحة. لا اسمعها منك وانت بتشيل مني النقطه. ايوه سالب 2 العوامي. سالب 2 وسالب 2 دقدوق. سالب 2 سالب 2. احنا المفروض اللي بيجاوب صح ما بينقصش اصلا. مش مسامح. لا انت غيرت القانون تستحمل. دي ما مسامح. انا هغلبك في فسادك. هو اكثر مشروب استهلاكا في العالم. اكتر مشروب استهلاكا في العالم مش محتاجه دي. اكتر مشروب بيبسي كولا. اجابة غلط. العوامي عنده اجابة؟ الميه. احنا كده ايه الاجابة؟ بالله عليك. يلا صحيح. المية يا جماعة. يا باشا ايه العبث؟ لا المية فعلا. اكتر حاله متعبه نفسيا. السؤال القادم للعوامي: الحيوان ده بلس. بس نسي يوفر. انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ الحيوان الذي لا يصدر اي صوت عشان ما عندوش اي احبال صوتيه، لان في حيوانات تانية ما عندهاش ايه تصدرش صوت، بس الحيوان ده لا يصدر صوت لانه لا يمتلك احبال صوتيه. بس بيصدر رنين. ما بيصدرش حاجه بقى. ما موجات تفتيش صوتية؟ بقى. موجات صوتيه. طيب انت خلصت كل وسائل المساعده وعمال تتساعد. انا والله ما بتكلمش وحد يساعدني والله على دي. اصل لو هو بيصدر موجات صوتيه مش هيبقى في حيوان انا عارفه وبيعمل كده. اقول انا هو انت سحبتها منه خلاص. انا ما جاوبتش. سحبتها منه. واخدوا الاجابه الزرافه. صح. سالب 1 للعوامي سالب 1 للدلو. كل الحيوانات عند القفز بتاخد خطوة استعداد لورا ما عدا حيوان واحد بس. ايه هو؟ الكنجر. اجابة خطأ. العوامي. لا ما جاوب. إيه لا انت ما تستناش اللي هيجاوب. لا اللي بيجاوب السؤال التاني بيبقى عنده اجابة جاهزة. انا سرعت كده وانت ليه تسرعت كنت دارك. انا كل مره بنسى ان عندي وسيله مساعده. يبقى احنا كده سالب 2 الدلوي سالب 1 العوامي زي ما احنا. مين؟ طب ايه السؤال؟ الإجابة هي القطة. اللي هي القطه. يا عم انا ما بخش رجل. انا بنط على طول. انا ما بخ بدون ظروف تفاصيل يا زياد. ده جاب دوشة نفسك. الاستعداد بتاع القطة بيبقى ديلها هو اللي بيترجع بيه خطوة لورا. ماشي يا عم. ماشي يا عم. وبعدين في اسئله الشات جي بي تي دي اللي عمال دي اللي مش الشات جي بي تي دي. الشات جي بي تي بيسالنا مش فاهم انا. الحلقه الجايه انا اللي هحكي فيها. مش هسحقك. ما هي عاصمة كوريا الجنوبية؟ السؤال ده للعوامي. مش ممكن بجد مش ممكن. حاجه بقول فظيعه. سؤال اظن ما عندوش وسائل مساعده. الله ينور. لا صح. والله والله العظيم. كان نستقبل الانترنت ايه فايده المذاكره وان انت تقعد على ناشونال جيوغرافيك. سالب 1 لسه العوامي سالب 2 دقدوي. طيب السؤال بتاع الدقدوي: ما هي عاصمة سنغافورة؟ وسؤال اسهل منه والله. سؤالك اسهل من سؤال. انت ممكن تدي له السوشيال المفروض دي مستر كويس. انت كنت عارف سول؟ انا كنت عايز سيول. انا كنت عايز انت ممكن تاخد نفس سنغافورة. سنغافورة اسمها انا متلخبط يعني بانكوك. إجابة غلط. سالب 3 أجاوب الدقدو. أنا بعين. ما هي اللغة الرسمية لدولة موزمبيق؟ سؤال العوامي. فرنسيه. إجابة غلط.
عندك اجابه؟ انا عايز قبل ما اجاوب ايوه وقبل ما احرق انت وسيلة فاضل لك المساعدة. سؤالين وهو فاضل له لا هو انت سؤالين؟ هو جاوب على طول. انت ايه استنى فاضل سؤالين غير لا ده. مفيش وقت يجاوب على طول. فاضل لك انت سؤالين وفاضل له سؤال. عندك اجابه؟ يعني انا لو جبت سؤال يبقى 3. لا بص بيحرق بص انا عندي اجابه بيسوحيني. ما انا قلت لغه سهله. ايه اللغه المهببه دي؟ اللغه سواحلي. اجابه غلط يبقى انت كده -4 يا استاذ. صح سواحلي يا جماعه. ليه؟ -4 الدقدوقي. -2 في لغه اسمها سواحلي والله. ماشي مش هي الاجابه. اللي دي بيستخدموها اهل البلد طب اللغه ايه طيب؟ القبائل. موزمبيق بتتكلم لغه برتغالي. ايوه ايه ده؟ معلومه كويسه. اللغه الرسميه لدوله كوستاريكا. السؤال ده الدقدوقي ولغه سهله بقى. كوستاريكا في امريكا الوسطى. انا عرفت. بص انا ممكن خايف البس نقطه 50 صحيح انت لسه عندك وسيله مساعده. فكرك عشان انت اول ما تقول لي بنسى. هحوشها لاخر سؤال. اسباني. اجابه صحيحه. برافو عليك. انا الدقدوقي ولا انت الله اكبر دارس براغو. لان هي امريكا الوسطى محصوره ما بين اسبانيا والبرتغالي بس هي متنطوره. فانت تلاقي انت البرتغال ما جاش معاك في يعني اللي فات. لو كان قال نيكاراجو ولا اي دوله من امريكا الوسطى كنت هعطل. بس شغال. والله ما شاء الله ده على فكره يعني ما شاء الله ابهرني. 3 الدقدوقي -2 العوامي. العالم الذي يطلق عليه لقب نصف العلم. اينشتاين. اجابه خاطئه. عندك اجابه؟ هو ده اللي كان في بالي بس خلاص صراحه انا مش هجاوب. لا كده تعادلته صح؟ -3 العوامي و-3 للدقدوقي. مين بقى؟ لا مش هقول الاجابه. اقول يا عم خلاص. اتوقع ان انا مش عارف. لا العالم المصري مصطفى مشرفه. مين بقى العالم اللي اطلق عليه لقب نصف العلم؟ ده النص التاني. هو قال مصطفى مشرفه. فمين بقى كان في دايرته عايش معاه؟ مين العالم اللي اطلق على العالم المصري مصطفى مشرفه لقب نصف العلم؟ ادينا وسيله مساعده. اتفضل بقى ازنقني. اصل بص على مرلين دول واحد يقول عايز اتجوزك. خلي بالك انت واخد 4 وسائل مساعده. اينشتاين. ايه ده في ايه؟ اقول لك اكملك بقى حدوته. اكملها لك انا. قالت له ايه رايك نتجوزه ونخلفه عيال كده في جمالي وفي ذكائك؟ قال لها انا خايف. يا ابني كمل الكلام يا ابني خليني اخد كاس انتصاري. قالت له ايه رايك نتجوز ونخلف عيال في جمالي وفي ذكائك؟ قال لها والله كان على عيني يا اختي. انا خايف لو اتجوزنا نخلف عيال في وحشي وفي غبائك. وكان اينشتاين هو الذي اطلق على مصطفى مشرفه نصف العلم وانتزع الفوز بجداره. والله يستحقها. ايه رايك في ريمونتادا؟ -2. ايه رايك في ريمونتادا؟ وعوامي -3. لا عيب. خليك. لا انا استحقها بجداره. استحقها. يعني ايه عبد الرحمن تغششني طول المسابقه ويجي يغششك انت عايز السؤال؟ يعني ايه؟ انا عايز افهم دلوقتي السؤال بس. عبد الرحمن مين؟ نشوفكم في حلقه جديده من مسابقه لعب نضيف.